مش كل مؤذي شرير على فكرة، ممكن فعلا يكون شرير لكن ممكن برضو يكون مجروح. فهم الفرق ما بينهم هو مفتاح التعافي من الأذى. سألتكم ايه المواضيع اللي حابين نتكلم فيها الفترة الجاية ونتعلم عنها أكتر، وتقريبا بالإجماع الموضوع الأكثر طلبا هو العلاقات المؤذية وازاي نتعافى منها. الفيديو ده هيكون أول فيديو في سلسلة فيديوهات بتتكلم عن العلاقات، أشكالها، أنواعها، أنماط الأشخاص، وازاي نتعامل مع كل شخص فيهم، وازاي نتعافى من الاذى اللي بيجي لنا من كل نمط من انماط الشخصيات. عمرك قابلتي حد ووجعك جدا حتى لو في خلاف، بس بقيتي تسالي نفسك ليه؟ انا عملت ايه؟ هل المشكله فيا ولا المشكله فيهم هم؟ قبل ما نلعب دور الضحيه او الجاني محتاجين نفهم ان الناس مش زي بعض. في اللي بيأذي من غير ما يقصد، في اللي بيأذي لانه مش متصالح مع نفسه، في اللي بيأذي لانه بيسقط مشاكله على اللي بيأذيه، في اللي بيأذي لانه نرجسي متحكم، في اللي بيأذي رغم انه شايف نفسه انه بيحميك، وفي اللي فاكر ان شدته عليك واذاك قوه مع انه في الحقيقه هو مجرد ضعف. الغلط بيبتدي لما نفهم كل الناس بنفس الطريقه، لما نفتكر ان اي اذيه ليها تفسير واحد بس، لكن الحقيقه ان الناس معقده جدا والالم كمان معقد. النهارده انا مش جايه اقول مين صح ومين غلط، دي بس مجرد بدايه لسلسله من الفيديوهات هنتكلم فيها عن العلاقات وازاي نفهم الاشخاص كل واحد بطريقته، لان فهم دوافع الاذى بيريح القلب اكتر بكتير من ان احنا بس نفضل بنلوم الناس اللي قدامنا. بيكسبنا خبرات وبيفتح الباب للتعامل مع الناس بطريقه صحيه، بدل ما نقفل على نفسنا ونعتزل ونقول الناس كلها وحشه. سلسله الفيديوهات دي مش معموله عشان نصنف الناس ونحطهم في قوالب، معموله عشان نفهم الناس اكتر، نعرف كل واحد بشخصيته وازاي نتعامل معاه. وبرضه مش عشان نبرر الأذى للشخص المؤذي حتى لو كان مجروح أو موجوع، لكن عشان نعرف نحمي نفسنا من الأذى من غير ما نقسي قلوبنا. ما تنسوش تعملوا فولو للصفحة عشان تتابعوا السلسلة. لو عايزين تتواصلوا معانا ابعتوا على الصفحة أو على رقم الواتساب، وأنا أو الأسيستنت هنرد عليكم.